قصة كوباية اللبن اللي هتغير طريقة إدارتك لفريق العمل إلى الأبد. كان في قرية صغيرة داخلة على مجاعة. في يوم من الأيام جه الحاكم وفكر في فكرة عبقرية. قال كل واحد يجيب كوباية لبن ونملى الوعاء الكبير ده ونواجه المجاعة كلنا مع بعض. المهم الناس كلها وافقت، بس حصل حاجة غريبة. تاني يوم الصبح الحاكم راح يشوف الوعاء والمفاجأة إنه اتصدم. طب من إيه؟ الوعاء بالفعل مليان، بس بإيه؟ بمية. مفيش ولا نقطة لبن في الوعاء. طب وده ليه؟ لأن كل واحد فكر إنه لما يحط كوباية ميه الباقي كله كده كده هيحط لبن، فمش هتتشاف ولا هتتعرف. والنتيجه الكل خسر والمجاعه انتصر. طب ايه علاقه القصه دي بفريق عملك؟ اوضح لك ده 3 حاجات. الانانيه بتساوي فشل جماعي، يعني لما كل واحد يفكر في نفسه وبس الكل في النهايه بيخسر. زي ما القريه جاعت الشركه ممكن تفلس. 2. روح الفريق بتساوي سر النجاح، لان التعاون مش مجرد كلمه، والانتماء بيصنع المعجزات، وكل واحد هو جزء وشريك من نجاح الشركه او المؤسسه او المشروع. 3. اختيار الفريق مش لعبة، اختار ناس بتفكر في المصلحة العامة، في مصلحة الشركة والمؤسسة. ابعد عن سياسة فرق تسد، اكسب ولائهم هيدوك عينيهم. نصيحة الفيديو النهاردة: عامل فريقك كشركاء نجاح مش مجرد موظفين. ولو فاكر اي موقف حصل معاك زي اللي في الفيديو ده ممكن تكتبه لنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد. وما تنساش اللايك والشير، وتتابعونا في الفيديوهات اللي جاية هتستفاد منها جدا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.